السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من مومي كرافتس. فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو مختلف شوية. مش معانا ابرة وخيط ومش هنشتغل حاجة بايدينا، بس هندردش مع بعض شوية في موضوع انا شخصيا بحب جدا جدا اتكلم عنه. يمكن هو من افضل الحاجات اللي شاركت فيها واثرت فيا بشكل كبير جدا خلال السنتين اللي فاتوا. على مدار السنتين اللي فاتوا كانت دايما بتجيلي اسئله حواليه كتير، سواء على فيسبوك او انستجرام. فالواحد يعني ما كنتش بعرف ألمه بكل تفاصيله او بعرف اتكلم عنه باستفاضه في مجرد كومنت او بوست او غيره. فبما ان الحمد لله بقى عندنا يوتيوب، فحبيت اننا نعمل فيديو نتكلم فيه بكل التفاصيل وننقل لكم التجربه كامله. في الفيديو ده هنقول كل حاجه عن كروشينيو. بسم الله. مبدئيا ايه هو كروشينيو للي ما يعرفوش او اللي اول مره يسمع عنه؟ كروشينيو هو عباره عن تحدي للكروشيه لمده 30 يوم او شهر كامل. كل يوم بنشتغل فيه مشروع مختلف عن اليوم اللي قبله. طبعا ده ان شاء الله هنوضحه خلال الفيديو، بس خلينا نحط خط عريض كده في الاول ان كروشينيو هو عباره عن تحدي 30 يوم كروشيه، وكل يوم بنشتغل مشروع مختلف عن اليوم اللي قبله. كلمة كروشينيو أصلا في الأصل هي دمج بين مقطعين، كروشيه ويونيو، وده لأنه بيجي في شهر يونيو أو في شهر 6 من كل سنة. طيب مين صاحب فكرة كروشينيو؟ صاحبة فكرة كروشينيو هي زميلتنا المبدعة ريم عصام الدين. وريم على المستوى الفني ما شاء الله حد موهوب جدا، من الناس اللي دماغها كرياتيف قوي ودايما عندها جديد. وعلى المستوى الشخصي فمنتهى اللطف والذوق والاخلاق. طبعا انا في الديسكريبشن بوكس هسيب لكم كل لينكات ريم وكل لينكات كروشينيو، عشان اذا حابين تشاركوا معانا ان شاء الله. كروشينيو 23 خلاص على الابواب، يعني كلها ايام وان شاء الله يبدأ. فهسيب لكم كل اللينكات عشان اللي حابب يشارك معانا باذن الله. طيب ايه هي بقى شروط التحدي عشان نقدر نشارك فيه؟ شروط التحدي او شروط كروشينيو، اول حاجة اننا نكون بنعرف نشتغل كروشيه. طيب هل المفروض اكون واصله لمستوى معين مثلا في الشغل عشان اقدر اشارك؟ لا خالص، مش لازم يكون مستوانا متوسط او محترف. لا عادي خالص، ممكن اي حد، حتى لو حد لسه مبتدئ مش عارف غير الغرز الاساسيه يقدر طبعا يشارك في كروشينيو. طب ده ليه؟ لان احنا في كروشينيو مش بنلتزم بباترونات او بمشروعات معينه المفروض اننا كلنا نشتغلها. لا خالص، الموضوع في كروشينيو بيبقى مفتوح جدا، يعني كل واحد بيشتغل حسب قدراته، حسب الوقت المتاح عنده، حسب كمان الخامات المتاحة عنده. يعني احنا في كروشينيو كل واحد بيفعل ما يحلو له زي ما بيقولوا. حتى في بعض يعني بيبقى خلال الشهر 3 أو 4 أيام بيكون فيهم تحدي مشترك كنوع من أنواع المشاركة كلنا بنشارك فيها. لكن حتى احنا جوه التحدي المشترك ده بيكون برضو الموضوع مفتوح. يعني الحاجة المشتركة اللي كلنا اللي بتتوحد في التحدي ده بتكون برضو حاجة مفتوحة، زي مثلا اننا بيكون في يوم اللون الموحد، ان احنا كلنا بنشتغل بلون واحد مثلا، وليكن احمر مثلا، فكلنا بنشتغل باللون الاحمر، لكن برضو كل واحد بيشتغل القطعة اللي هو عايزها براحته. وحتى لو انتي برضو في اليوم ده لقيتي مثلا ما عندكيش لون احمر، فبرضو تقدري تشاركي عادي باي حاجة تانية انتي حباها. وكذلك برضو الايام التانية اللي بيكون فيها تحديات مشتركة بيبقى الاشتراك في زي ما قلت لكم في لون موحد او فكرة او موضوع للمشاريع. الموضوع يكون موحد، بس ما بيكونش فيها حاجات قيود اكتر من كده يعني. طيب ايه بقى فكرة التحدي او ايه هو القيد اللي في كروشينيو؟ القيد الوحيد في كروشينيو هو الوقت. بمعنى ان شرط كروشينيو ان المشروع اللي احنا هنشارك بيه في اليوم نكون بادئين فيه ومخلصينه في نفس اليوم. بمعنى ان انا مش هينفع اجيب مشروع مثلا وافضل اشتغل فيه 3 ايام واجي انزله مثلا في اليوم الثالث او في اليوم الرابع. لا ده مش هينفع. كمان مش هينفع مثلا يكون عندي مشاريع مثلا مركونة واقفة مثلا على تاتشات نهائية فاجيبها اخلصها واشارك بيها في اليوم ده. لا خالص، شرط كروشينيو او الوحيد او القيد الوحيد اللي بيأيدنا في كروشينيو هو ان المشروع اللي هشارك بيه النهارده اكون بادئه فيه النهارده وبرده مخلصاه النهارده. تمام.
بالتالي نستنتج من هنا ان فكرة كروشينيو بتكون قايمة بشكل كبير جدا على المصغرات او المشروعات الصغيرة اللي هو منطقيا هقدر اخلصها، هقدر ابدأ فيها واخلصها في نفس اليوم. ودي طبعا حاجة بترجع لكل شخص او بتختلف من حد للتاني حسب قدرته، سرعته في الشغل، حسب وقته المتاح، حسب الخامات المتاحة عنده. يعني ممكن حاجة مثلا هي بتاخد مني ساعة مثلا او ساعتين، ممكن حد تاني يقعد فيها 3-4 ساعات. تمام. ممكن انا مثلا اليوم النهاردة انا مش فاضية فيه غير ساعة، هنقي حاجة ينفع اشتغلها في ساعة او ينفع تخلص معايا في ساعة. ممكن حد تاني هو فاضي اليوم كله وحابب مثلا يعمل قطعة هي هتاخد منه 10 ساعات، فدي خلاص كل واحد بيظبط نفسه على حسب المتاح عنده. المهم الشرط اللي احنا قلنا عليه ان المشروع بادئين فيه النهاردة ومخلصينه النهاردة. طيب قولي لنا برضو بالتفاصيل احنا بنعمل ايه والتحدي بيمشي ازاي. احنا هنعتبر ان احنا خلاص في شهر 6 وان خلاص كروشينيو بدأ وان احنا خلاص جوه كروشينيو. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا هنعتبر ان النهاردة خلاص انا قررت ان انا هشارك بالقطعة دي النهاردة. تمام. فهاجي هشتغل القطعة دي، اي قطعة هشتغلها وهنضف الخيوط بتاعتها وهظبطها ان هي خلاص تبقى خلصانة تماما. بعد كده ببتدي القطعة بتاعتي دي بصورها صورة بالموبايل بتاعي زي ما بصور شغل عادي خالص او زي ما بنصور اي حاجة بأي وضعية بأي خلفية، كل اي حاجة متاحة عندي بتعامل. تمام. بعد ما صورتها صورة ببتدي الصورة دي لو انا حابة اعمل لها مثلا اديت بشكل معين او حابة اضيف عليها اسمي او اضيف عليها اللوجو بتاعي لو عندي لوجو. تمام. خلاص الصورة بقت تمام وجاهزة اني انشرها مثلا او انزلها على اي حاجة. بعد كده الصورة دي بنزلها في بوست على صفحتي الشخصية على فيسبوك. تمام. ممكن انزلها على صفحتي الشخصية وكمان ممكن انزلها لو انا ليا صفحة شغل تانية ممكن انزلها هنا وهنا. تمام. ممكن كمان ليا برضو الحرية ان انا اقدر انزلها على اي منصة تانية من منصات السوشيال ميديا، زي لو عايزة انزلها انستجرام مفيش مشكلة، لو حد عنده تيك توك وحابب ينزلها، لو حد حابب ينزل يوتيوب ستوريز، اي حاجة بقى براحتكم. تمام. بس الاساس ان احنا بننزلها في بوست على فيسبوك. تمام. طيب بنكتب ايه في البوست ده؟ بنكتب في البوست بنكتب ان ده اليوم الكام من كروشينيو وده المشروع بالنسبة لي الكام اللي شارك بيه مع كروشينيو. يعني فرضا ان احنا مثلا النهاردة 3/6 مثلا، يعني ده تالت يوم من كروشينيو. تمام. فانا هكتب في البوست اليوم التالت من كروشينيو وده مشروع التالت مع كروشينيو لو انا شاركت من اول يوم وكل يوم بعمل مشروع جديد. تمام. طيب لو انا تالت يوم ده اول مرة اشارك او عرفت كروشينيو مثلا تالت يوم، فهكتب ان ده اليوم التالت من كروشينيو وده مشروعي الاول مع كروشينيو. تمام. ولو انا برضو نفس الموضوع، لو انا مثلا فوتت يوم في النص فهيبقى ده مشروعي التاني، فهكتب اليوم التالت مع كروشينيو والمشروع التاني مع كروشينيو. بعد كده بضيف لو انا حابة اكتب اي تفاصيل بخصوص القطعة اللي انا عاملاها، زي مثلا استخدمت خيوط ايه، استخدمت ابرة ايه، جبت الباترون منين، اي تفاصيل تانية حابة اضيفها. لو مش حابة اكتب اي تفاصيل خلاص مفيش مشكلة. في الاخر بضيف هاشتاج كروشينيو بالعربي وهاشتاج كروشيه جون بالانجلش. طبعا لو في اي هاشتاجات او اي هاشتاجات اضافيه المفروض بنضيفها في البوستس، فبيكون ريم ومعاها تيم كروشينيو بيكونوا منزل لنا مثلا بوست او تنويه ان المفروض يا جماعه هنضيف هاشتاج كذا. طيب احنا قلنا ان في بعض الايام بيكون فيها تحدي مشترك كلنا بنشارك فيه سوا، او مثلا ان لو في اي هاشتاجات جديدة او اي تنويهات بخصوص التحدي، فازاي بقى بيتم التواصل بيننا وبين تيم كروشينيو عشان لو في اي حاجة بخصوص التحدي نكون جواها ونكون برضو جوه التحدي وجوه الموضوع. يعني ازاي بيتم التواصل بيننا وبين تيم كروشينيو؟ الحقيقة انه في اكتر من وسيلة للتواصل مع تيم كروشينيو. اول حاجة ان كروشينيو ليهم على فيسبوك بيج وكمان جروب، فاي حد بقى بيكون عايز يشارك في التحدي فبيعمل فولو للبيج دي وكمان بيشترك في الجروب. طبعا البيج والجروب دول بينزل عليهم اي بوستس بخصوص التحدي، اي تنويهات، اي ملاحظات، اي اضافات.
بينزلوها على البيج وجروب الفيسبوك. تمام. كمان في جروب تليجرام. جروب التليجرام دوت بيكون برضو اي حد حابب يشارك في التحدي فالمفروض بينضم للجروب ده. الجروب ده، جروب التليجرام، فايدته ايه؟ فايدته ان احنا بعد ما الصورة اللي احنا صورة العمل اللي احنا شاركنا بيه نزلناها في بوست على فيسبوك، بنرجع نبعت الصورة دي على جروب التليجرام، بس بنبعت الصورة بدون اي كلام عليها. يعني احنا اي كلام حبينا نكتبه عن القطعة خلاص اوريدي احنا كتبناه على فيسبوك، فبنرجع نبعت الصورة بس على تليجرام. بعد كده تيم كروشينيو جزاهم الله خيرا، يعني بيرجعوا ياخدوا الصور وينزلوها في بوستس مجمعة على البيج بتاعتهم على فيسبوك. تمام. فبصراحة بتبقى فرصة حلوة كويسة ان الواحد بيشوف بقى شغله في وسط شغل ناس تانية كتير، وبتبقى فرصة كويسة ان الواحد بيتعرف على ناس جديدة وكمان ناس جديدة بتتعرف علينا. يعني لو في وسط الصور دي لقيتي مثلا حاجة لفتت نظرك او كده، فبتشوفي الاسم اللي عليها وتدخلي تدوري مثلا مين اللي عملها، وبتكون فرصة كويسة ان الواحد بيعرف ناس جديدة في المجال وفي نفس الوقت برضو في ناس جديدة بتعرفك. طيب احنا هنستفيد ايه لما نشارك في كروشينيو؟ الاستفادة من كروشينيو مش هتكون استفادة مادية، يعني مش بمعنى ان احنا مثلا في مسابقة والمفروض ان احنا بنجمع نقط مثلا واللي هياخد المركز الاول فهيكسب الكاس او هياخد جايزة في الاخر، لا خالص. ولو ان يعني في بعض الجروبس السنة اللي فاتت جزاهم الله خيرا، يعني جروبس بتاعت خامات وكده دخلوا وقدموا بعض الهدايا كنوع من التشجيع للمشتركين. لكن مش هو ده الاساس. الاساس في كروشينيو اننا بنشارك علشان بنتحدى نفسنا اننا نقدر نشتغل بشكل مستمر وشكل متواصل. ده بيدي شعور كبير جدا بالانجازية وبالايجابية، وبيخلي الواحد كده سعيد كده ومبسوط وحاسس انه الناس اللي بتعاني من فقدان الشغف او بتفضل فترة طويلة مش قادرة تشتغل، لا التحدي بيكون فيه ناس كتير مشاركة، وده بيدي تشجيع وبيدي حماس ان الواحد يشتغل ويشارك. كمان تفاعل الناس مع المشاركين بيبقى حلو جدا جدا. معظم المشاركين بيلاقوا دعم على شغلهم، ودي بتبقى حاجة حلوة جدا. طيب ده بالنسبة للحاجة النفسية أو المعنوية. طيب في استفادات تانية أو حاجات ممكن نحققها من كروشينيو عن تجربتي اللي أنا شاركت بيها خلال السنتين اللي فاتوا. طبعا كروشينيو موجود من قبلها بفترة، يعني كذا سنة، مش عارفة قد إيه بالظبط بس قبلها بكذا سنة، لكن أنا عرفته من سنتين بس. عايزة أقول لكم إن أكيد إحنا كلنا عارفين إن أكتر حاجة بتثقل الموهبة أو خاصة لو حاجة من الأشغال اليدوية أو الهاند ميد، أكتر حاجة بتثقل موهبتنا فيها وبتطور مستوانا فيها وبتخلينا بتنقلنا من حتة لحتة تانية خالص كمهارة وكشغل وكإتقان وكسرعة في الشغل والأداء والفينش وكل حاجة، هي الممارسة أو الشغل الكتير. فعاوزاكم تتخيلوا معايا ان انت بتفضلي 30 يوم كل يوم بتشتغلي حاجة جديدة او بتجربي حاجة جديدة، او حتى يعني لو انت مثلا بتعملي حاجات عادية خالص مش شرط انها تكون حاجات مثلا جديدة عليكي. فاكيد اكيد اكيد ان احنا بعد ما الشهر بيخلص الواحد بيخرج غير ما دخل خالص، من ناحية اتقان الغرز، من ناحية الفينش بتاع الشغل، من يعني المهارة ذات نفسها بتكون اتنقلت لقدام. تمام. غير اننا ممكن يعني نكون ضربنا مع عصفورين بحجر واستغلينا كروشينيو استغلال حلو جدا. ازاي؟ يعني ان احنا ليه ما نستغلش فترة الشهر ده اننا نتعلم حاجة جديدة احنا مأجلينها ومكسلين نتعلمها لأجل غير مسمى. زي مثلا ناس كتير نفسها تتعلم باترون مرسوم بس مأجلة الموضوع او مكسلة او هايبة الموضوع وحاسة ان هو بعيد او صعب او كده. لو احنا اخدنا مثلا وليكن 10 ايام مثلا من الشهر او اقل او اكتر حسب ما احنا حابين، وقلنا ان الفترة دي هنشتغلها بس باترونات مرسومة، وخدنا باترونات مرسومة يعني بسيطة خالص ودي سهل نجيبها، وهيجي برضو في الفيديو ان شاء الله هقول لكم ازاي نجمع باترونات للشهر كله. واشتغلنا لو طلعت من الشهر ده انا اشتغلت مثلا 10 باترونات مرسومة، فتخيلوا يعني انا هطلع
خلاص أنا جربت الحاجة، والهيبة اللي كانت موجودة في الأول أو الخوف أو القلق خلاص يعتبر هيكون تلاشى منه جزء كبير، فهكون خلاص اتعلمت حاجة جديدة. في ناس حابة تتعلم تبستري برضو مأجلة الموضوع، نفس الحكاية أعملها. في ناس حابة تتعلم موزاييك، ناس حابة تتعلم كروشيه تونسي، وبرضو هكذا برضو حاجات كتير من فروع الكروشيه التي لا تعد ولا تحصى يعني. في ناس حابة تتعلم اميجرومي، ممكن برضو تبدأ بحاجات صغيرة، وواحدة واحدة الموضوع هيفرق معاكم جدا بجد. آه غير برضو ان احنا كإتقان وكتطور في الشغل بتاعنا، في كمان حاجة ان احنا الناس بتعرفنا واحنا بنتعرف على ناس جديدة، ده في حد ذاته برضو حلو جدا جدا. يعني انت مثلا على الصفحة بتاعتك لو الناس اللي عندك دول سواء هم عملاء سواء زمايلك سواء اي حاجة، فهم شايفينك كل يوم بتنزلي حاجات تقدري تعرضي لهم فيها حاجة مثلا انت حابة مثلا بعد كده تشتغلي فيها، فالعملاء مثلا يشوفوها ويرجعوا يطلبوها او يسألوك عليها، وغيره وغيره بقى كتير من بصراحة المزايا اللي انا شخصيا لمستها. يعني انا شخصيا في ناس كتير معرفتنيش غير من كروشانيو، وانا برضو في ناس كتير برضو في المجال معرفتهاش غير من كروشانيو. فبصراحة هي بيبقى فرصة حلوة جدا، خصوصا ان ما شاء الله التحدي سنة عن سنة ما شاء الله بيكبر، اللهم بارك. يعني ليه قبول حلو جدا عند ناس كتير، وبقى ليه قاعدة وبقى ليه شعبية وبقى ليه صدى كبير جدا ما شاء الله. فهو فعلا بيفرق من ناحية ان انت لو حابة ان انت توسعي دايرة معارفك في الشغل او في المجال بتاعك. طيب بس انا حاسه بقى ان التحدي 30 يوم ده كتير قوي، يعني انا هقعد شهر كامل اشتغل. انا حاسه ان الموضوع ده صعب، وازاي انتوا بتقدروا تواصلوا طول ال 30 يوم؟ طيب انا حابه هنا اقول لكم على حاجه. هو اولا مش شرط خالص ان احنا نشارك طول ال 30 يوم عشان برضو يكون الموضوع فيه اريحيه. يعني لو حد يعني هو اصلا مش شرط ان احنا نشارك طول ال 30 يوم. احنا يعني التحدي يعني بيعتمد على ان احنا نكون رايقين كده وبنشتغل بمزاجنا، مش ان احنا بنجري ولازم اعمل ال 30 يوم. لا خالص، هو مش شرط اننا نشارك طول ال 30 يوم، بس هو مش صعب وهو مش مستحيل. لان في ناس بتبقى مفكرة ان الناس اللي شاركت 30 يوم دول هم خلاص، ده هم بقى مرهمش حاجة وقاعدين بس مفرغين نفسهم لتحدي كروشانيو. لا خالص يا جماعة، هو التركة بس في حاجة، هو ان يكون عندنا خطة ان ان احنا طول الشهر هنمشي ازاي قبل ما الشهر يبدأ. بس هو ده اللي بيفرق وبيخلي الناس تقدر تشارك طول ال 30 يوم. طيب ازاي؟ برضو في ناس ممكن تفتكر كده ان انا هفرغ بقى وقتي كله الكروشيه وعماله بقى اخطط واعمل وكلام كبير وكده. لا خالص. يعني احنا مثلا هنعتبر احنا دلوقتي فاضل اسبوع او يمكن اكتر، مش عارفه الفيديو هينزل امتى على ما كروشيه يبدا. فاحنا طبعا كلنا كل يوم على السوشيال ميديا سكرول بهدف او بدون هدف ايا كان. المهم لو احنا يعني اخدنا من وقتنا على السوشيال ميديا 10 دقايق او ربع ساعة، هنجمع فيهم باترونات وهنعمل بيهم فايل على الموبايل بتاعنا، وهنسمي الفايل ده كروشانيو. تمام. وكل يوم هنجمع على قد ما نقدر اللي احنا حابينه. تمام. فانا خلاص عندي خطة للشهر، او عندي مجموعة باترونات ان شاء الله ناوية اشتغلها في الشهر. فلما يجي الشهر يبدأ، مش لسه بقى هدور انا هشتغل ايه، والاقي اليوم عدى مني وانا لسه مش عارفة اصلا هشتغل ايه. ولو حاجة عجبتني هلاقي مثلا ايه ده، اللون ده مش موجود عندي، او الحاجة دي مش موجودة عندي. ايه ده، لا ده انا خلاص، ده انا مش عارفة اشتغلها، فخلاص اليوم ضاع وما شاركتش. لكن لو انا عندي خطة من الاول، او عندي مجمعة مجموعة باترونات وناوية اشتغلها خلال الشهر، فالموضوع بيكون سهل وبسيط جدا جدا جدا. طيب ازاي بقى بنحط الخطة دي، او ازاي نعمل نجمع باترونات وكده؟ بصوا، احنا اول حاجة عندنا اكتر من مكان نقدر نجمع منه باترونات للشهر كله. ازاي؟ اول حاجة جاليري الصور بتاعنا اصلا، بتاع التليفون بتاعنا اصلا ذات نفسه، هو ده اول مكان نجمع منه باترونات. لان طبعا كلنا عندنا العادة اللطيفة الجميلة ان احنا بنفضل نسيف صور عشان هنبقى نشتغلها.
طب هنشتغلها امتى؟ مش عارفين، احنا بنفضل نسيف وخلاص لاجل غير مسمى. يعني لو جينا كده نصفي الجاليري بتاعنا هنلاقي عندنا صور من سنين واحنا برضو لسه ما اشتغلناهاش، بس ان شاء الله هنشتغلها. ماشي. فاحنا اول حاجه ممكن نجمع منها باترونات هو جاليري الصور بتاعنا. ازاي؟ ان احنا هنبدا نصفي الجاليري بتاعنا لو في اي حاجه من الباترونات اللي عندنا دي مناسبه ان احنا نقدر نشتغلها في كروشينيو، يعني تكون حاجات صغيره وهنقدر نخلصها خلال يوم. تمام. فببدا اصفي كده الجاليري بتاعي، منها ان انا خلاص اشتغلت حاجات بقى كان نفسي بقالي سنين نفسي اشتغلها، وبرضو ضمنت ان انا عندي كده كام يوم في كروشينيو خلاص انا عارفه انا هشتغل فيهم ايه. تمام. بعد كده ممكن اجمع كمان باترونات من فيسبوك. يعني لو انا كتبت في سيرش الفيسبوك كتبت باترونات كروشيه. وخلينا دايما كمعلومة يعني ان احنا في اي بحث نحاول نكتب مرة بالعربي، وبعد ما خلاص مثلا لقينا حاجات او سيفنا شوية حاجات نبدأ نكتبه بالانجلش، فبيظهر لنا حاجات تانية وبتكون كمان في بعض الاوقات اوسع واكتر. لو كتبنا في سيرش الفيسبوك باترونات كروشيه فهنلاقي هيظهر لنا صفحات وجروبس كتير. ممكن نلاقي باترونات صور ممكن ناس تشتغل من الصورة على طول، ممكن تلاقي باترون مرسوم تشتغلي منه، ممكن تلاقي مثلا باترون دخلك على فيديو يوتيوب فتقدري تشتغلي منه. تمام. في كمان اننا ممكن نجمع من يوتيوب ذات نفسه. لو احنا دخلنا على يوتيوب برضو كتبنا في السيرش باترونات كروشيه صغيرة او مشاريع كروشيه صغيرة، وبالانجلش برضو نكتب سمول كروشيه بروجكتس، فبرضو هنلاقي حاجات كتير ونقدر نجمع منها ونعمل حسابنا ان انا مثلا في يوم كذا هشتغل المشروع الفلاني. في حاجة بقى اللي هو الثقب الاسود او الحاجة الكبيرة بقى انا سايباها للاخر، اللي هو بنترست. واللي ما يعرفش بنترست يا جماعه هو عباره عن تطبيق او ابلكيشن بننزله من الاب ستور عادي خالص. تمام. هحاول احط لكم الصوره بتاعت الايقونه بتاعته عشان تكونوا عارفينه. هو عباره عن تطبيق بيكون كله صور بس. تمام. لكن آلاف وآلاف الصور. والبنترست لو كتبنا في السيرش بتاعه الأيقونة بتاعت السيرش بتاعته لو كتبنا فيها باترونات كروشيه صغيرة أو كتبنا مثلا سمول كروشيه بروجكتس فهتلاقي هيظهر لك حاجات كتير جدا. لو دخلتي الميزة بقى في بنترست ان انت لو دخلتي على الصورة فممكن تلاقي تحتها صور ليها علاقة بيها، يعني سواء هي شبهها بالظبط او حاجات زيها، يعني مشروعات تانية صغيرة برضو هتلاقي كتير كتير كتير. وكمان بتلاقي مثلا لو الحاجة دي لها باترون مرسوم بتلاقيه في تحت في الصور. في كمان الميزة برضو في بنترست ان انت لو دخلتي على الصورة ذات نفسها ضغطتي عليها هي ذات نفسها فبيدخلك على الاكاونت اللي هو منزل الصورة اصلا. فدوت ممكن تلاقي فيه اللي هم كاتبين الباترون مكتوب، فبتلاقي الباترون بتاع القطعة اللي انت دخلت عليها ده مكتوب وجاهز انك تشتغلي منه. تمام. ممكن كمان تلاقي الصورة تلاقي فيها لينك فيديو يوتيوب تخش عليه برضو وتلاقي طريقة الشغل بتاعت القطعة اللي انت دخلتي عليها دي. تمام. في كمان حاجة في بنترست برضو ميزة ان الايقونة بتاعت السيرش هتلاقوا جنبها ايقونة كده كاميرا، يعني ان انت ممكن تعملي اصلا سيرش بصورة. لو ضغطتي على الايقونة بتاعت الكاميرا دي فهتلاقيه دخلك على جاليري الصور بتاعك اللي في التليفون عندك. فلو انت عندك مثلا حاجة صغيرة لو دوستي عليها فهيجيب لك حاجات ليها علاقة بيها او شبهها. وطبعا احنا كلنا بايتين في بنترست على طول. بيبقى بصراحة بيوفر كتير جدا وبيدينا افكار كتير وتغذية بصرية حلوة جدا جدا جدا، ومع الوقت بتلاقي الموضوع فرق معاكي كتير جدا وبصراحة نقلك في حتة تانية، يعني من ناحية التغذية البصرية بتفرق جدا جدا في اتقان الشغل ومهارته، اتقان التصوير، اتقان حاجات كتير قوي قوي. طيب في نقطة بس حابة انوه عنها في موضوع السيف، ان احنا برضو مش هنسيف وخلاص، يعني مش هنفضل اي صورة تعجبنا هنسيفها وخلاص فخلاص كده احنا مش هنكون كأننا ما عملناش اي حاجة. لا، انا عايزة بس خلاص انا الصورة دي عجبتني فاخد بس 3 ثواني كده افكر الصورة دي انا هعرف اشتغلها، يعني في باترون ليها موجود او انا مثلا هقدر اشتغلها ارتجالي، وطبعا كل واحد عارف قدراته. هاخد بس ثواني الصورة دي فعلا عمليا انا هشتغلها ولا انا هسيبها وخلاص. تمام. الحاجة دي برضو بتفرق جدا جدا. ليه؟ لان انا خلاص
كروشينيو بدأ هفتح الفايل بتاع كروشينيو، القطعة الفلانية هفتحها، خلاص انا عارفة انا هعمل ايه. فالموضوع كله مش بياخد مني ساعة خالص بالكتير، بكون مخلصة يعني شاركت في اليوم والموضوع خلص. عشان بس الناس بتبقى مفكرة ان احنا قاعدين طول اليوم مكرسين حياتنا الكروشينيو، لا خالص. انا بفتح الفايل خلاص، انا عارفة القطعة دي، عارفة هعمل فيها ايه، بشتغلها وخلاص، وكده خلاص اليوم خلص معايا. تمام. حتة كمان ان انا ببقى مجمعة الباترونات وعارفة كويس ان ده هشتغله، هعرف اشتغله ولا لأ، بتساعدني كمان في ان انا اعرف انا هحتاج خامات ايه خلال الشهر. يعني وخلينا هنا نقول ان افضل وقت تستغلوا فيه بواقي الخيوط اللي مالية الدنيا عندنا هو كروشينيو بجد. لان طبعا احنا كلنا لان طول الشهر بنشتغل حاجات صغنطوطة، فبتستغلي فيها حتى لو حتة خيط صغيرة ما ترميهاش، عينيها وهتلاقي افضل وقت نستغل فيه هو كروشينيو بجد. يعني انا عندي مثلا دي بواقي خيوط اهي، مش مجهزاها ان شاء الله عشان بداية كروشينيو. تمام اهو، شوفوا يعني دي حاجات صغيرة خالص، مش بنرمي اي حاجة خالص، وبنستغل كله ان شاء الله خلال الشهر. طيب لو انا جمعت الباترونات خلاص، عرفت مثلا ان في مثلا لون من الالوان ناقص عندي، اللي هي الالوان الاساسيه طبعا، اللي هي مش هقدر مثلا استبدلها بحاجه تانية. يعني لو الوان عاديه فخلاص هستبدلها من البواقي الخيوط اللي عندي عشان اخلصها او استغلها. لكن في الوان اساسيه مثلا زي ابيض، اسود، حاجات زي دي، لو هي مثلا ناقصه من عندي فخلاص هشتريها قبل الشهر عشان برضو اكون جاهزه في الشهر وما اقفش عشان حاجه مش موجوده. تمام. وبرضو اكسسوارز مثلا، يعني مش خيوط بس، الاكسسوارز برضو لو انا مثلا ناويه اعمل حاجات اميجرومي مثلا وهحتاج عيون، فهجيب العيون، هحتاج شعر، هحتاج طاره مثلا اللي هي شغل المنداله بقى والكلام ده، برضو اكون مجهزاها. ده بيسهل عليا جدا، وبيبقى خلال اليوم المشروع ما بياخدش من ايدي ساعه بالكتير خالص. يعني اظن ان انا كده قلت كل حاجه تقريبا عن كروشينيو. فلو في اي حاجه مش واضحه، او لو حد ليه اي سؤال او اي استفسار، تقدروا تسيبوا لي سؤالكم في كومنت تحت الفيديو، وان شاء الله اوضح لكم كل اللي مش واضح. تنويه بس او ملاحظه اخيره، ان قدرا كروشينيو السنه دي او كروشينيو 23 هو خلاص فاضل عليه ايام بسيطه. قدرا يعني ان العشر الاوائل من ذو الحجه بما فيهم يوم عرفه والعيد الاضحى هيكونوا جوه كروشينيو. فطبعا ده يعني 100% مش هنقدر نشارك طول ال30 يوم. يعني زي يوم عرفة طبعا دوت معروف اكيد العبادة هتكون اولى من اي حاجة، وطول طبعا ال8 ايام او ال9 ايام بتوع ذي الحجة انا ما عنديش مشكلة ان احنا نشارك في العيد. يعني انا ما عنديش مشكلة ان انا اشتغل في العيد عادي، يعني ساعة مش هتأثر معايا. لكن يوم عرفة او اليوم العشر الاوائل فهيكون صعب جدا، لان دي افضل ايام الله، مش هينفع ننشغل طبعا عنها باي حاجة. تمام. بس ممكن يعني خلال ال8 ايام اللي هم قبل يوم عرفة لو حاولنا مثلا اننا نشارك بحاجات صغنطوطه خالص، بحيث ان احنا ما ناخدش من وقت اليوم بتاعنا. وطبعا لما نيجي ننزلها فيسبوك هننزلها ونجري على طول، يعني مش هنقعد بقى فيسبوك، لان طبعا انتوا عارفين ان الفيس بيشدنا قد ايه وبياكل من وقتنا قد ايه. فاذا حد حابب هيشارك خلال الايام دي فهيحط البوست ويجري على طول. لو حد بقى عارف نفسه انه مش هيقدر فخلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلينا طبعا في العباده اولى واحسن من اي حاجه. ان شاء الله هستناكم في كروشينيو، خلاص هو فاضل عليه ايام بسيطه. هكون سعيده جدا جدا لو اي حد شارك في كروشينيو او عرف كروشينيو من خلالي. وان شاء الله يا رب كروشينيو سعيد علينا كلنا ان شاء الله السنه دي. استنوا ان شاء الله افكارنا الجديده ومشاريعنا الجديده، واستنونا وتابعونا.